حاجة شوف اي مترو يودينا على تي سنترالن. في آخر كام سنة اشتهر السكوتر في مدن السويد بشكل غير طبيعي اللي أثار جدل. في ناس شايفة إن السكوتر غير عملي وبيوحش شكل المدن، لكن الأجيال الجديدة شايفة غير كده، وبالنسبة لهم دي طريقة مواصلات أسرع من المواصلات العامة. فتعالوا نشوف في تجربة النهاردة هل السكوتر أسرع ولا مواصلات. هنا في عاصمة السويد ستوكهولم هركب سكوتر من ستوكهولم ستادshus لجلوبن، ومن جلوبن هرجع تاني نفس المشوار وأشوف أنهي أسرع. فيلا بينا. فاحنا عند التمثال ده شغلت التايمر، في سكوتر اهو عدى تقريبا دقيقتين، فيلا بينا. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. وصلت جمل اسطان وعدى تقريبا 10 دقايق، ومكملين طريق سلوسن. بسم الله. سرعة السكوتر 20 كيلومتر في الساعة، وعلى حسب جوجل مابس المفروض السكوتر يبقى أسرع عن المواصلات في الطريق ده، لكن بما ان انا مش من ستوكهولم وكل شوية اشوف الطريق واصور، فممكن اتأخر كام دقيقة عن ما انا كنت متوقع. A few minutes later. طبعا وقفة الاشارات دي بتضيع وقت كتير، لكن لو عندي اشارة ممكن اخد غرامة تقريبا 1500 كورونا هنا في السويد. يلا يا اسطى يا اسطى امشي انجز يا اسطى. حاجة ساي بص، ده طالع ولا همه مين جاي ولا ايه يعني. بصراحة خطر جدا لو الواحد مش عارف الطرق، وفي نفس الوقت مش عارف رايح فين. شكلك فاهم يا نص. حاليا انا في صدر ستوكهولم وعدى تقريبا 25 دقيقة، وزي ما انتم شايفين جلوبن هناك، فلسه قدامي تقريبا 10 دقايق واوصل. اول مرة في بدايات اكتوبر في السويد الجو يبقى حلو للدرجات دي، يعني النهاردة 17 درجة ويدوبك، يعني الواحد لابس خفيف مش متقل ومستمتع جدا بالشمس والجو. اتمنى ان انا ماشي صح كده، لان ما بقتش ابص على الجي بي اس، فخلينا ماشيين ورا الناس دي نشوف ايه. هي حاجة واقفة ليه ده؟ مش عارف ماشي صح كده ولا لا. ايه لا غلط، انا كده هطلع المحطة، نرجع تاني بقى. ايه خلينا ماشيين ورا احساسنا بقى خلاص. هو العيب السكوتر في المطالع زي كده بطيء جدا، يعني مش راضي يطلع. اطلع راح فين جلوبن؟ لا لهناك، نلف تاني، نلف وارجع تاني. انا ربنا يستر على الترايبود اللي انا مركبه على السكوتر، لان انا خايف يقع في اي وقت، الموبايل هيتكسر 100 حته. سوري يا جماعه، سوري. ان الواحد يمشي هنا على الرصيف بالسكوتر اصلا ممنوع، ربنا يستر ما يكونش في بوليس في المنطقه يديني غرامه. هو يعتبر كده انا وصلت الجراج بتاع جلوبن، فهركن هنا ونتمشى له بقى.
كده وصلت جلوبن او افيتش ارينا، والمشوار خد تقريبا 38 دقيقة. طبعا 38 دقيقة وقت كتير جدا ان اتنقل 4 كيلو من مكان لمكان، لكن بما ان انا مش حافظ الشوارع هنا وكل شوية اقف اشوف الطريق واصور واتلخم في وسط الناس، فخد وقت شوية. طبعا السكوتر بيسهل الحركة لو انت عايش في مدينة وعارف شوارعها كويس جدا وعارف تتنقل ازاي من مكان لمكان. فتعالوا نشوف بقى لو هنركب مواصلات من جلوبن لستاس ميسيت هناخد وقت قد ايه. اعتقد المواصلات هتاخد وقت اقل من السكوتر، فيلا بينا نشغل التايمر ونشوف. نشغل التايمر ويلا بينا نبدأ. نشوف اي مترو يودينا على تي سنترالن، ومن تي سنترالن نتمشى لستاتسيوست. Byte till Djurgårdsfärjan. Vagn och plattform när du stiger om. بصراحة تي سنترالن هنا في ستوكهولم ملخبط الواحد، يعني مرة الاقي نفسي في السنترال ستاخونن، مرة اطلع الاقي نفسي في اولينس، مرة الاقي نفسي في سيجلتورج، فحاجة مش سهلة خالص. كده عدى تقريبا 21 دقيقة من الوقت، وقدامنا 10 دقايق تمشية للسنترال ستاخونن هنا. 26 دقيقة لسه فاضل لي حبة كمان واوصل او ورا الكوبري ده. الظاهر ده جايد التور فبيعملوه بالسيجوي، يعني حاجة لذيذة بصراحة. الحمد لله على السلامة، وصلنا بعد 33 دقيقة. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. انا المصري فلوجز، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.